من الحب ما قتل. واش بصح الحب قادر يخلي مولا يقتل؟ انا كنقول وانتم عطينا الراي ديالكم. الفيديو ديال اليوم او القصه ديال اليوم مؤثره. المتابعين ديالي انا متشوق، حتى نتوما غتكونوا متشوقين. شاهدوا معايا الحلقه ديال اليوم. نهار الحد 21 غشت، وبالضبط في مدينة أكادير، مطار المسيرة. كيف العادة طائرة غتقلع من مدينة أكادير تجي للدار البيضاء. 6:30 هو الموعد ديال الركاب. هاد الطائرة كان فيها شخصيات مهمة وبارزة، كانوا فيها بعض الأجانب وحتى أمير كويتي هو والزوجة ديالو. غدا القصة ديالنا من المطار، كيفاش غادي يوقع الخلل في هذه الطائرة وغادي تطيح على بعد 30 كيلومتر على مدينة أكادير. هنا الطائرة كتستعد باش تنطلق شوية. الركاب تيحسوا بأن الطيارة ماشي هي هاديك. الربان ديال الطائرة اللي هو يونس الخياطي، المساعدة ديالو هي صوفيا ركيك. بطبيعة الحال كاينين الموظفات اللي تيكونوا في الطائرة كيعطيو كيوفروا خدمات داخل الطائرة. هنا بدا واحد الصراخ ما بين الناس، خلعة شنو واقع؟ السيارة كتحرك، شي حاجة ماشي هي هاديك. مع الأسف السيارة كطيح، ومع الأسف كلشي تيموت. هنا مبقى حتى إنسان اللي غادي يقول لنا شنو كاين، ولكن الطائرة فيها الصندوق الأسود. حنا عارفين كاملين بأن الصندوق الأسود هو الحقيقة ديال أي طائرة إلى طاحت. وبالنسبة للمغرب أنذاك صعيب باش تحشي طائرة، وحتى الطائرة اللي طاحت كان الله قدر على المغرب، طائرة فرنسية جديدة، شي حاجة غريبة باش توقع هذه الطائرة هذه. هنا غيدخل الراحل الحسن الثاني وغادي يعطي تعليمات باش تكون تحقيقات شنو وقع بالضبط، لانه كانت دارت ضجه كبيره. كيف قلت لكم كانوا شخصيات مهمه، شخصيات بارزه. كان الامير الكويتي حتى هو، لان انذاك كانت حرب ديال الكويت مع صدام. كانت بزاف ديال الامور اللي ما واضحاش، كان فيها حتى تاثير عربي، وكان حتى فيه واحد اتهام بالنسبه للمغرب بانه دار يد مع النظام العراقي باش يسقط ديك الطائرة. ولكن كيف قلت لكم التحقيقات اللي دار الراحل حسن الثاني اكدت حاجة اخرى اللي غادي تغير المجرى ديال القصة كاملة. دابا غادي نعرفوا القصة كاملة والقصة الحقيقية. يونس الخياطي كان مزوج 35 سنة، صالير مزيان، عايش حياة زوينة، ولكن تعرف على صوفيا رقيق بحكم المهنة اللي هو الطيران. ربط معها علاقة، وكانت بيناتهم بأنه غادي يطلق الزوجة ديالو وغادي يتزوج بها. هذاك الشيء اللي كان، ولكن من بعد غادي تطر شويه العلاقة بينه وبين هاد صوفيا. ما غتبقاش العلاقة كيف ما كانت. تيحس بها بأنها كتهرب عليه، تيحس بها بأنه مبقاش معاه، ولكن الحب ديالو ليها كان قوي بزاف. هنا غادي يفكر باش ينتقم من راسو ومن صوفيا، ومع الاسف ناس ابرياء ما عندهم حتى شي يد في هادشي. الصندوق الاسود عطى بانه كانت اليد البشريه داخل في هاد الوقوع ديال الطائره. كان انتحار، وحتى بعض التسجيلات اللي تسجلوا في الصندوق الاسود بانه صوفيا كتقول ليه شنو كدير يونس. قال لها انا ما بقيتش بغيت هاد الحياه، انا بغيت نقتل راسي نقتل كلشي. وقالت لي علاش؟ قال لها انت دمرتيني، والحب ديالك هو اللي قتلني. وهذا هو السبب الحقيقي وراء ديال هذا الوقوع تاع الطائره. وهنا المجرى كامل تبدل، ما بين بانه كان هذاك الشيء مفبرك باش يقتلوا هذوك الشخصيات او بالضبط هذاك الامير الكويتي، ولكن التحقيقات قالت بانه كان يد بشريه، انه كان انتحار وانتقام ديال يونس الخياطي. الحلقه ديال اليوم
عرفتكم شويه غتجيكم مؤثره شويه، ولكن كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، ومن الحب ما قتل. عطينا الراي ديالكم، كنتمنى تدعموني بلي جيم بلي كومونتير وبالبارطاج. الا كنت كتشوف القناه ديالي اول مره، اشترك باش يوصلك ديما جديد. ان شاء الله نتلاقاو بحلقه جديده، قصه جديده وتشويق اخر. مع السلامه.